خلاص. لو هتعملوا لي بقى شاي يا حنين، شاي بقى. بيصور خلاص؟ طيب خليك بقى معايا. هنبدأ مع بعض إن شاء الله الدرس الأخير، أو اللي هو الفصل الثالث بالنسبة للباب الأولاني. الفصل الثالث بالظبط فيه نوعين اتنين من الأفكار. النوع الأولاني هنسميه أفكار الصيغ الكيميائية، أما النوع الثاني هيبقى بعنوان المحاليل وتركيز المحاليل وتخفيف المحاليل اللي هي المولارية اللي انتوا خدتوها في المدارس، وبدأ يسألك يعني ايه مولر ويعني مول لكل لتر والجو اللي انت فاهمه ده في المدارس. أما احنا هنبدأ بإذن الله دلوقتي هنشتغل على الدرس الأخير، حصة بعنوان الصيغ الكيميائية. نوع من الأفكار ونوع من المسائل جميل لذيذ ما بيحتاجش مجهود معاك خالص في المذاكرة. لو انت قاعد مركز قوي بس في الحصة هتخرج من الحصة مخلص أنواع الأفكار دي وأنواع المسائل دي. فاحنا حبيب قلبي بنقول ايه؟ بنقول ان احنا نبدأ نشتغل على حاجة اسمها مسائل الصيغ الكيميائية. طب مستر، نعم، هي الصيغ الكيميائية أصلا يعني ايه؟ حبيب قلبي، وانا لما اجي اقول لك رمز المية تقول لي ايه؟ رمز المية؟ او رمز المية دي حبيب قلبي عبارة عن صيغة كيميائية. طب لما اجي يا مستر ارسم لك رمز المية بالمنظر ده، بص ممكن اكتبه كده وممكن اعمله كده. وانتوا كنتوا عارفين الزاوية دي السنة اللي فاتت في العلوم المتكاملة ب100 وكام؟ 104.5، وهتدرسها ان شاء الله الترم الثاني معانا 105. وفي مقولة بتقول ان هي 104.5 وفي مقولة بتقول ان 105، الرقمين صح. هنبدأ نشتغل مع بعض بالصيغتين. واخد بالك انا عملت صيغة بالمنظر ده وعملت صيغة بالمنظر ده. الصيغة اللي بالمنظر ده مكتوبة، اما الصيغة اللي بالمنظر ده مرسومة. الصيغة اللي مكتوبة بسميها صيغة جزيئية، بسميها ايه؟ صيغة جزيئية. اما الصيغة اللي بتبقى مرسومة تبقى مبنية فبنسميها صيغة بنائية. صيغة ايه؟ بنائية. يبقى لحد دلوقتي معاك كم نوع من انواع الصيغ؟ 2. يبقى المركب مكتوب يا مستر ومتجمع بسميها صيغة جزيئية. اما يا مستر لو المركب مفرود ومرسوم بسميها صيغة بنائية. طيب لو انا جيت قلت لك انت معاك مركب زي ده كده باذن الله تدرسه باذن الله الباب الثالث، وتعرفوا باذن الله كمان اكتر السنه الجايه حاجه اسمها فوق اكسيد الهيدروجين اللي هو ماء الاكسجين اللي موجود معاك في الصيدليه، ميه اكسجين H2O2. ينفع تبسطه؟ ينفع ابسطه. طب لو بسطت اقسم على كام؟ اقسم على كام؟ فلو انا قسمت على الاثنين هنا يا شباب يطلع معايا HO. دي كده اسمها صيغه مبسطه بسميها صيغه اوليه. بسميها ايه؟ صيغة أولية. صيغه ايه؟ أولية. يبقى انا عندي كم نوع من انواع الصيغ؟ يا اما مكتوبه بالمنظر ده ومتجمعه صيغه جزيئيه، يا اما مرسومه فتبقى صيغه بنائيه، يا اما متبسطه فتبقى صيغه اوليه. يبقى انا دلوقتي يا مستر اهو انواع الصيغ الكيميائيه. تقول لي يا مستر يا اما انا معايا صيغه اوليه، يا اما انا معايا صيغه اللي هي الاشهر اللي احنا بنشتغل بيها دايما في الكيمياء العامه جزيئيه، اما الصيغه الاخيره اللي احنا بنبدا نحب نشتغل بيها اكتر في سنه ثالثه ثانوي في المركبات العضويه والكيمياء العضويه بنبدا نشتغل بصيغ اسمها صيغ ايه؟ بنائيه. يبقى حبايب قلبي 3 انواع من الصيغ لازم تكون عارف الفروقات ما بينهم. طب مستر، نعم، اديني مثال يوضح معايا الدنيا دي قوي. قلت لك حاضر. الصيغه الجزيئيه لو انا جيت قلت لك انت معاك مركب اسمه الايسين صيغته C2H4، ان عشنا وكان لنا عمر وما حصليش حاجه واستمريت في تدريس منهج ثانيه ثانوي هتشوفوا الترم الثاني باذن الله في حته اسمها التهجين. ده لو انا قررت ان انا اكمل شغل يعني. هنا ده اسمه ايه؟ C2H4. ده كده يا باشا اسمه الايسين، دي صيغه جزيئيه. طب انا يا مستر لو انا حبيت ارسمها، الرسم مش عليك بس انا بفهمك يعني ايه صيغه بنائيه. شوف كده، انا معاك كم ذره كربون؟ 2 اهم.
معايا كم ذرة هيدروجين؟ 4. يبقى كل ذرتين ماسكين في 4، يبقى الذرة الواحدة ماسكة في 2. يبقى أنت ماسكة في هيدروجين، أنت ماسكة في هيدروجين، أنت ماسكة في هيدروجين، أنت ماسكة في هيدروجين. يبقى كل واحدة منكم مسكت في كام هيدروجينة؟ 4. تقول لها مستر آسف، كل واحدة مسكت في 2، يبقى الاتنين ماسكين في 4. يبقى هنا رابطة، التانية، التالتة، الرابعة. الكربون معروف إنه رباعي التكافؤ، فطلع منه رابطتين، يبقى ناقص له 2. أسس يعني الرسم وأسس إنك تعمل رمز بنائي مش عليك، لكن لما أجي أكلمك دلوقتي هل الشكل اللي قدامك ده كده مكتوب ولا مرسوم؟ يبقى دي اسمها صيغة بنائية. اسمها صيغة إيه؟ بنائي. طيب الصيغة دي وضحت إيه؟ الصيغة دي وضحت إيه؟ أنا أقول لك الصيغة دي وضحت إن أنا معايا كربون ومعايا هيدروجين، وعدد ذرات الكربون 2، عدد ذرات الهيدروجين 4. فلما أجي أقول لك إيه اللي أنت استفدته من الصيغة الجزيئية، تقول لي هي صيغة توضح نوع وعدد الذرات في المركب. هي صيغة توضح إيه؟ هي صيغة وضحت لي النوع كربون وهيدروجين والعدد 2 و4 فين؟ في المركب. طب مستر، نعم، أنا دلوقتي عرفت النوع والعدد، عرفت النوع وكمان عرفت العدد، لكن هنا حددت لي، بص، حددت لي النوع وحددت لي العدد، بص بقى كده، وحددت لي نوع الروابط. صح ولا غلط؟ يبقى مين أدق؟ ليه أدق؟ لأنها بالإضافة إنها بتعرفني للنوع والعدد، لا ده احنا كمان بالإضافة للنوع والعدد ده أنا كمان هحدد نوع الروابط. يبقى عرف الصيغة البنائية، تقول لي هي صيغة أهي، هي صيغة توضح نوع وعدد الذرات، بص بقى كده، بالإضافة لتحديد نوع الروابط بين الذرات فين؟ في المركب. يبقى يا حبيب قلبي بتعرفني ايه وايه وايه؟ بتعرفني النوع والعدد وطريقة الارتباط. بتعرفني ايه؟ النوع والعدد وطريقة الارتباط. وبإذن الله الترم الثاني في حتة اسمها التهجين، وفي حتة اسمها حاجة اسمها نظرية فيسبر أو نظرية قوى التنافر بتاع أزواج الإلكترونات. هتعرف كمان إن الصيغ البنائية بيبقى ليها مجسمات فبتعرفك قيم الزوايا. واخد بالك هنا زاوية المية احنا اتكلمنا فيها صح؟ ما كنتش هعرف زاوية المية الا لما ارسم الاول الشكل البنائي للمية. يبقى هنا كمان يا مستر الشكل البنائي بيعرفني ايه؟ قيم الزوايا بين الروابط، وبتبقى واضحة معايا اذا كان الرابطة معايا دي والرابطة دي الزاوية اللي ما بينهم 60 ولا الزاوية اللي ما بينهم 90 ولا 104.5 ولا بتكون اكبر من كده 180 ولا بيبقى وضع الزاوية بين الرابطتين ايه. يبقى الصيغة البنائية ادق من الصيغة الجزيئية. الصيغة البنائية ادق من الصيغة الجزيئية. يبقى حبيب قلبي لما اجي اسالك يعني صيغة بنائية تقول لي هي صيغة توضح نوع وعدد وطريقة ارتباط الذرات مع بعض جوه المركبات بالروابط التساهمية. اما الصيغة الجزيئية صيغة بتوضح ايه؟ النوع والعدد بس. طب تعرف تبسط لي C2H4؟ تقول لي يا مستر انا اقدر ابسطه لو انا قسمت على الكام؟ على كم؟ فلو انا قسمت على الاثنين هتبقى CH2 تبقى. هل ينفع ابسط السي اتش 2 عن كده؟ لا، السي عدد مولات ذراته بكام؟ بواحد، اما الهيدروجين عدد مولات ذراته لو بسطت عن كده وقسمت تطلع كسور، ولو طلعت كسور يبقى انا بعجن. واضحه؟ يبقى ما فيش حاجه اسمها صيغه اوليه بكسور او بارقام عشريه، لازم تكون الصيغه الاوليه بتاعتك لازم تكون مبسطه وبارقام صحيحه، يعني بنسبه عدديه صحيحه، ما ينفعش ارقام او كسور عشريه. طيب يبقى انا هنا يا مستر عرف لي الصيغه الاوليه، تقول لي يا مستر انا فهمتك والله. لو انت عايز تعرف الصيغه الاوليه هي صيغه توضح ابسط نسبه عدديه صحيحه للعناصر داخل المركب، يبقى هي بتوضح ابسط نسبه عدديه ايه؟ ابسط نسبه عدديه ايه؟ يبقى شرط انها تكون نسبه عدديه ايه؟ وتكون ايه؟ ابسط ايه؟ ابسط نسبه. ما ينفعش يا مستر تسيبها مش مبسطه، انا عايز اخرها تبقى مبسطه على الاخر. امثله:
هو انا لو جيت قلت لك انا معايا سي 3 اتش 6 جزيئيه ولا بنائيه ولا اوليه؟ ايه؟ طب تعرف تحولها لاوليه؟ اقسمها على كام؟ اقسمها على كام؟ فلما اقسمها على الثلاثه تطلع معايا سي اتش 3 6 على 3 بكام؟ برضه الصيغه الاوليه هنا طلعت ايه؟ سي اتش 2. طيب هتدرس ان شاء الله السنه الجايه في الكيمياء العضويه حاجه اسمها البنزين العطري، وده مركب اروماتي، مش البنزين اللي بتاع العربيات، لا ده حاجه تانية، ده اسمه البنزين العطري. مركبات عطريه بنسميها المركبات الاروماتيه. طب ده سي 6 اتش 6 تعرف تبسطه لي؟ ها سي اتش هتقسم على كام؟ فلما نقسم على الستة تبقى سي اتش. تبقى السي اتش هي الصيغه الايه؟ الاوليه. لو انا قسمت اكتر من كده يطلع معايا كسور وارقام عشريه فتبدا الدنيا تعجن معايا. طيب لو انا جيت قلت لك انا معايا الباشا اللي انت بتعشقه سي 6 اتش 12 او 6، مش ده كده الجلوكوز؟ تعرف تبسطه تقول لي يا مستر اقسم على، فلما اقسم على الستة 6 على 6 فيها الواحد سي، 12 على 6 فيها الاثنين اتش 2، 6 على 6 فيها الواحد او، يبقى سي اتش 2 او دي اسمها ابسط نسبة عددية، تبقى دي اسمها الصيغة الاولية. ماشي؟ طب خد دي، لو انا جيت قلت لك انت معاك يا باشا، ركز في اللي جاي، الميزان معشوق الجماهير، بسط. تقول لي ابسط ازاي؟ ده النسبة 1 إلى، لو بسطت يظهر معايا انصاص واربع وحاجات غريبة كده انا مش حابب انها تظهر. انا عايز ابسط نسبة عددية لازم تكون ايه؟ صحيحة. فطالما النسبة معايا نسبة صحيحة وواضحة ومش محتاج ان انا ابسطها، او بمعنى اخر انا مش هعرف ابسطها، لان لو بسطتها هتبدا يظهر معايا ارقام عشريه، يبقى النسبه دي كده كده مبسطه. طب دي صيغه جزيئيه؟ صيغه جزيئيه. طب تعال نبسطها، ما بتتبسطش. ما بتت ايه؟ فتفضل الصيغه الاوليه زي ما هي ايه؟ سي اتش 4. انا مش حاطط لك المركبات دي اعتباطا. يعني ايه مش حاطط لك المركبات دي اعتباطا؟ يعني انا عايزك تبص هنا وتبص هنا زي بعض في الصيغه الايه؟ الاوليه. طب هل هم زي بعض في الصيغه الجزيئيه؟ يبقى انا برمي ليك معلومه مهمه بيسال فيها في الاسئله والله العظيم بتاعه النظري والاختياري. ممكن الاقي المركبات مختلفه في الصيغه الجزيئيه ولكن متفقه في صيغه اوليه. يبقى خد بالك اهو، بلدي مش هكتبها كيمياء عادي اهو، الاقي اكتر من مركب ليهم نفس الصيغة الأولية ومختلفين في الإيه؟ في الجزيئية. مختلفين فين؟ يبقى ممكن ألاقيهم ليهم نفس الصيغة الأولية بس مختلفين في الصيغة. ملحوظة مهمة جدا. طيب تعالى اما نشوفك تاني. واخد بالك إن سي اتش 4 هنا هي نفس سي اتش 4 هنا، بس دي إيه؟ جزيئية وتنفع في نفس الوقت تبقى لو المركب اهو ما بيتبسطش تنفع الصيغة تكون ايه وايه في نفس الوقت؟ أولية زائد جزيئية في نفس الوقت يا مستر، في نفس الوقت. يبقى المركب لو ما بيتبسطش معايا ينفع تكون الصيغه بتاعتي صيغه ايه؟ جزيئيه واوليه في نفس الوقت، عشان لما يجي لك اسئله اختياري زي المنظر ده كده. بص، الف سي 2 اتش 4، 2 سي 3 اتش 6، 3 خد دي مثلا سي 4 اتش 8، 4 سي 3 اتش 8. يقول لك جميع المركبات الآتية لها صيغ أولية تختلف عن الصيغ الجزيئية عدا مركب واحد. ليه؟ ما بيتبسطش. هتبقى الصيغة دي إيه؟ أولية وجزيئية في نفس الوقت، لكن ده يتبسط تبقى سي اتش 2، ده يتبسط سي اتش 2، ده يتبسط يبقى سي اتش 2. ودول متفقين في الصيغة الأولية على الرغم اختلافهم في الصيغة الجزيئية. واخد بالك الأسئلة تيجي إزاي على الأجزاء دي؟
من حيث انت فاهمها لحد فين؟ طيب يا مستر، طب لو انا جيت عملت لك الشكل البنائي ده ما تتخضش، عايزك عينك شغاله، كربون وراه كربون وراه كربون وراه كربون وراه كربون، كربون بالمنظر ده، ادي هيدروجين 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 هيدروجين. الصيغه اللي قدامك دي بنائيه اوليه جزيئيه؟ ايه اللي عرفك انها بنائيه يا مستر؟ ده انا شايف الروابط بعيني وواضح انها مفروده وموضحه لي النوع والعدد وطريقه الارتباط. ده كمان يا مستر الدنيا هنا قدامي واضحه قوي اكني عامل سكان للمركب كله. طب ده هنا يا مستر كم كربون؟ كم هيدروجين؟ يبقى المركب ده صيغته الجزيئيه C6H6، يبقى ده رسمه ده. يبقى حبيب قلبي الشكل البنائي طريقه رسمه مش عليك اكتر من انك تبقى فاهم ان الصيغه اللي جالي دي اصلا هي دي الصيغه البنائيه. واضحه؟ يبقى انا دلوقتي وضحت ما بين انواع الصيغ الثلاثه، يا اما ايه يا اما ايه يا اما ايه، جزيئيه اوليه بنائيه. وضحت؟ وضحت. طب يا مستر المسائل بتيجي على انهي نوع من الصيغ؟ الصيغ ومسائلها بتيجي على الصيغه الاوليه والصيغه الجزيئيه. هو انا لو معايا صيغه جزيئيه وعايز صيغه اوليه بقسم ولا بضرب؟ تاني، لو انا معايا صيغه ايه جزيئيه وعايز احولها لصيغه اوليه بقسم ولا بضرب؟ بقسم. حد عنده شك؟ قلت له لا يا مستر والله ما عندنا شك خالص. فعلا انا لو معايا صيغه جزيئيه وعايز احولها الى صيغه اوليه برجع اقسم. المسائل بقى يا باشا معظمها بيجي العكس، يسوحك، يخليك تحسب الصيغه ويخليك تبدا تشوف انت هتضرب في كام بالظبط عشان احولها لصيغه جزيئيه. هو انا ليه يا مستر قلت هضرب؟ لان يا باشا انا لو معايا جزيئيه ورايح لاوليه هقسم، لكن لو انا معايا اوليه وراجع فطبيعي هضرب. يبقى من كبير لصغير هقسم، اما من صغير لكبير هضرب. عشان كده يا مستر معظم المسائل بتشغلك بستايل واحد، تحسب اوليه وبعد ما تحسب الاوليه ترجع تضرب عشان تجيب الصيغه ليه الجزيئيه. الكلام اللي بقوله ده كده منطقي ولا مش منطقي؟ منطقي جدا يا مستر. طب تعالى نشوف مساله. شوف بقول لك ايه، مركب هيدروكربوني. مستر نعم، يعني ايه مركب هيدروكربوني؟ حبايب قلبي الكيمياء العضويه بيبقوا عباره عن فرعين، مركبات في الكيمياء العضويه فرعين، يا اما هيدروكربون يا اما مشتق الهيدروكربون. يا اما ايه يا اما ايه؟ يا اما هيدروكربون يا اما مشتق الهيدروكربون. معنى ان انا اقول لك هيدروكربون يعني بيحتوي على الهيدروجين والكربون فقط، زي الميثان، زي الايثان، زي البروبان اللي انت درستهم السنه اللي فاتت في العلوم المتكامله وقالوا لك ان دول خليط الغاز الطبيعي او غاز البوتاجاز بس بنسب متفاوته. دول كده يا باشا عباره عن ايه؟ عباره عن هيدروكربونات. ليه هيدروكربونات؟ لانها تحتوي على الكربون والهيدروجين فقط ومفيش ولا عنصر تاني مختلف عنهم. اما لو انا جيت قلت لك معايا كربون وهيدروجين واكسجين زي الكحول الايثيلي C2H5OH، بيبقى اسمه مشتق الهيدروكربون. بيبقى اسمه ايه؟ بيبقى اسمه ايه؟ لانه بيحتوي على ذره اخرى غير الكربون والهيدروجين. يبقى العضويه كلها يا اما ايه يا اما ايه؟ يا اما هيدروكربونات يا اما مشتقه هيدروكربونات، يا اما هيدروكربونات يا اما مشتقات هيدروكربونات. فلما اقول لك مركب هيدروكربوني يعني يحتوي على ذرتي كربون او نوعين اتنين بس اللي هما كربون وهيدروجين. مركب هيدروكربون يحتوي على كربون بنسبة كذا وهيدروجين بنسبة كذا. إذا علمت أن المول من الهيدروجين 1 جرام والمول من الكربون 12 جرام. طيب عشان أجيب لك أرقام مظبوطة خليني أقول لك نسبة الكربون هتبقى كام؟ 85 63. 85 63 من 100%. طب بالنسبة للهيدروجين ما جابش سيرتها. قلت له مستر عادية يعني. ما هو لو الاتنين مع بعض يا مستر 100% يبقى أكيد الهيدروجين 100 ناقص الرقم ده، صح؟
يبقى هو يا مستر بمجرد اما يقول لي ان انا معايا مركب هيدروكربوني معايا نسبه العنصر الاولاني كذا، يبقى الثاني 100 ناقص كذا، صح؟ يبقى هو لو بيديني مثلا عنصر نسبته 40 يبقى الباقي 60، عنصر نسبته 50 يبقى الباقي 50، عنصر نسبته 30 يبقى الباقي 70. طب عنصر نسبته 85 63 يبقى الهيدروجين 14 كم؟ 37 في الايه؟ في المية. حلو؟ قلت لي حلو. ده المعطى يا مستر؟ ده المعطى يا مستر. قام الراجل قال لك ايه؟ قال لك احسب الصيغة الأولية. احسب الايه؟ حلو. هو انا عشان احسب الصيغة الأولية انا عايز ابسط نسبة عددية صحيحة بين العنصرين جوه المركب. يعني اشتغل ايه؟ اشتغل ابسط نسبة عدد مولات بين المركبين. اشتغل ايه؟ ابسط نسبة عدد مولات بين العنصرين جوه الايه؟ جوه المركب. يبقى المركب هيبقى فيه كربون ويبقى فيه ايه؟ هيدروجين. بس انا مش عايزها جزيئية، انا عايزها ايه؟ اولية. يبقى انا عايز ابسط نسبة عدد مولات بين الكربون وبين الهيدروجين، يعني بين العناصر جوه المركب. فبعمل جدول بسيط بيحسب لي عدد المولات ببساطة. بيحسب لي عدد المولات بمنتهى البساطة، بمعنى بقوم حاطط الكربون في جنب اهو، واقوم حاطط الهيدروجين في جنب اهو. طب لو هما كانوا 3 عناصر كنت هتقول ايه؟ كربون وهيدروجين واكسجين، او كربون وهيدروجين وكلور، او كربون وهيدروجين ونيتروجين. خد بالك لو عندك مركب عضوي ينسب المركب العضوي اولا للكربون ثم الهيدروجين ثم اي عنصر اخر. دي الترتيبه المظبوطه. يبقى انا يا مستر لو انا معايا ذرات كربون وهيدروجين اكتب مين قبل مين؟ اكتب الكربون قبل الهيدروجين. بص كده، اكتب مين قبل مين؟ الكربون قبل الهيدروجين. كربون قبل الهيدروجين. طب لو معايا ذره اخرى غير الكربون والهيدروجين تتكتب بعده. يبقى المركب العضوي بيتكتب ازاي؟ ايه ثم ايه ثم ايه؟ كربون ثم هيدروجين ثم اكسجين، عشان لما تيجي تجمع وتظبط دنيتك يبقى انت عارف ترتيبتك ايه في الذرات، ما تبقاش شغال كده وخلاص. طيب يبقى انا هنا مستر معاه كربون وهيدروجين. هتبدا تعمل ايه؟ انا اقول لك تبدا تعمل ايه. احنا الطبيعي نبدا نحسب عدد مولات كل ذره جوه المركب. بمعنى اقوم عامل هنا ايه؟ اول حاجه اجيب كتله الماده. كتله الماده اللي هنا طبعا اللي هي كتله الذره. طيب كتله الماده بتاعتي اللي هي هتكون معاك في راس المساله. هو انت شفته في راس المساله مديك كتله؟ لا، ده مديني ايه؟ نسبه. واخد بالك؟ هو مديني ايه؟ نسبه، مش مديني كتله. انا عايز كتله الماده مش كتله الذره، لا انا عايز كتله الماده. يعني ايه؟ يعني الكربون كتلته كام في المركب والهيدروجين كتلته كام جرام في المركب، صح؟ طب انا يا مستر عشان ابدا احسب كتل المواد دي او احسب كتل العناصر دي جوه المركب نفسه، قال لك يا عم بفرض ان المركب كله كان 100 جرام. بفرض ان المركب كله كان ايه؟ 100 جرام. وانا لو معايا المركب كله 100 جرام والكربون مثلا 85، يبقى الكربون 85% يعني 85 جرام. طب لو الهيدروجين مثلا كان 16% وليكن، وانا معايا 100 جرام، انا اللي فرضت ال 100 جرام مش هو اللي مديها لي، انا اللي فرضتها بفرض ان المركب الكتله الموليه او اسف الكتله بتاعه الماده بتاعته 100 جرام. طب ولما يكون المركب كتلته الجراميه ب 100 جرام والهيدروجين بيمثل 14%، يبقى الهيدروجين بيمثل 14 جرام والكربون بيمثل مثلا 86%، خلاص يبقى الكربون بيمثل لي 86 جرام. فلما يكون انا فارض ده ب 100 جرام يبقى اعتبر دي كتله جراميه، اعتبر دي كتله جراميه. يبقى النسبه المئويه انا اعتمدتها كتله جراميه لما انا فرضت ان المركب كتلته الجراميه بكام؟ ب 100. يبقى كتله الهيدروجين جوه المركب بكام؟ 14 37 من 100. اما الكربون كتلته بكام؟ 85 63 من 100. تمييزك ايه؟ مش دي كتله ماده، يبقى تمييزك جرام. يبقى النسبه المئويه قلبتها انا كتله جراميه لما فرضت ان المركب كل كتلته ب 100. طب انا يا مستر داخل اعمل ايه؟ يا ابني انا داخل احسب عدد المولات عشان ابدا احسب ابسط نسبه ما بينهم. فلما احسب ابسط نسبه ما بينهم تلاقي الموضوع ماشي معاك كويس جدا. بمعنى انا هنا حسبت كتله الايه؟ الماده، وعشان احسب عدد مولات محتاج كتله مول. كتله مول من الذره.
طب كتله المول من ذره الهيدروجين بكام؟ بواحد. اما كتله المول من ذرات الكربون بكام؟ ب 12. مش انا معايا كتله ماده وكتله مول؟ اقسم كتله الماده على كتله المول. فلو قسمت كتله الماده على كتله المول انا بجيب حاجه اسمها عدد الايه؟ عدد المولات. عدد الايه؟ طب حبايب قلبي انا دلوقتي عايز اجيب عدد المولات. عدد المولات هيجي ازاي؟ تقول لي بص، كتله الماده على كتله المول 14 وشويه على الواحد تطلع 14 وشويه، ليه 14 37 من 100. طبعا ده كده عدد المولات. اما عدد مولات الكربون هو كتلته بكام؟ 85 وشويه على كام؟ على ال 12. اللي معاه آلة حاسبة لما تقسم ده على ده يطلع لك عدد المولات بكام يا باشا؟ 735 من ايه؟ من 1000. كده انا حبيب قلبي مفيش رقم الفته، الارقام كلها معطى. الراجل مديني النسبه اللي انا خليتها كتله، والراجل مديني كتله المول من الذرات اللي انا اشتغلت بيها، وقسمت كتله الماده على كتله المول فحسبت عدد المولات. كده انا بقى معايا عدد مولات. طب بمجرد ما يبقى معايا عدد مولات انا مش عايز اي عدد مولات والسلام، ده انا عايز ايه؟ ابسط نسبه. هي نسبه يعني ايه؟ نسبه يعني ايه؟ اسم، يعني حاجه على حاجه. طب عشان اطلع ما بينهم هما الاتنين نسبه واعرف كل واحد قد التاني كم مره، شوف اعرف ايه؟ كل واحد فيهم قد التاني كام مره، نسبتهم الموليه كام الى كام. اقول له بص، مش انت معاك عددين اتنين من عدد المولات؟ هقسم الاتنين على الصغير اللي فيهم. اقسم الاتنين على ايه؟ دي حته رياضيه، بمعنى انك لو قسمت الاتنين على الصغير اللي فيهم ففي واحد هيطلع بواحد والتاني هيطلع مضاعفاته. بمعنى مين الصغير في الاتنين؟ الاتنين هيتقسموا عليه، فانت هتتقسم على نفسك 735 على نفسك 735 فتطلع نسبتك بايه؟ واحد. شفت انا بسطتها ازاي؟ طلعت بايه؟ بواحد. والتانية هتطلع مضاعفات، بمعنى هتقسم ده عليه يبقى 14 37 من 100 على اللي جنبك. يبقى خدت بالك من المقامين؟ المقامين نفس الايه؟ الرقم، وهي نسبة عدد المولات ولا عدد المولات الأقل؟ لا، عدد المولات الأقل. فتطلع معايا نسبة وايه؟ وتناسب. الأبلة اللي نايمة ورا. يبقى أنا أقسم الرقمين يا مستر على الصغير اللي فيهم، فلما تقسم ده على ده يطلع لك 2. واخد بالك؟ يبقى حبيب قلبي نسبة الكربون إلى الهيدروجين 1:2. واخد بالك؟ نسبة الكربون إلى الهيدروجين 1:2. يبقى بمجرد أما بطلع عدد المولات، ودي عادية كلنا بنعرف نعملها إن إحنا مهروسين فيها بقالنا فترة، لما بنطلع عدد المولات ببدأ أجيب إيه؟ نسبة عدد المولات. أجيب نسبة عدد المولات إزاي؟ بقسم الرقمين على الصغير اللي فيهم. أهو المقامين هنا واحد، فتطلع دي واحد تطلع دي 2. إذا الصيغة الأولية CH2. تقول له إذا الصيغة الأولية هي CH2 اللي أنت طالبها، يبقى دي الصيغة الأولية. يبقى المسألة تعويض إيه؟ جاهز. بقوم كاتب العناصر بتاعتي، وأقوم كاتب كتلة مادة، كتلة مول، عدد مولات، وفي الآخر اسمها نسبة عدد الإيه؟ اسمها إيه؟ نسبة عدد المولات. نسبة عدد المولات. تمام؟ قلت لي تمام. طب انا كده سألتك عن اي صيغة جزيئية؟ لا، بس انا دلوقتي اعرف اتحكم معاك. هي الصيغة الاولية طلعت بايه؟ CH2 صح؟ كده المسألة سأل عن صيغة اولية بس، لكن ما سألش عن صيغة جزيئية. طب بص اللي جاي. طب لو كان طلب صيغة جزيئية، شو بقول لك ايه؟ ثم احسب الصيغة الجزيئية لمركب كتلته المولية بتساوي 28 جرام لكل مول. سهلة. عارف تبقى أسهل إمتى؟ مش أنت معاك الصيغة الأولية وهو عايزك تطلع منها صيغة جزيئية، بس صيغة جزيئية لهدف معين، إنك تعمل مركب كتلته المولية كام؟ 28. قلت له ما هو أنا لو أعرف اللي في إيدي كتلته كام هعرف اللي هو عايزه كتلته كام، وبكده يبقى انا هعرف هكرر ده كم مره. هو انا عشان احول الاوليه لجزيئيه
هضرب ولا اقسم؟ مش الكلام ده احنا متفقين عليه من اول حصه؟ ان انت لو معاك صيغه اوليه وعاوز تطلع تجيب صيغه جزئيه هضرب. طب انا هضرب في كام؟ اضرب في 2 ولا اضرب في 3 ولا اضرب في 4 ولا اضرب في 5؟ قال لك مش هنعرف. لو عرفت كتله ده كام وهو مديك كتله ده، فانا ساعتها هعرف اقرر ده كم مره. فلو ده مثلا حسبناه دلوقتي الكربون بكام؟ و2 في 1 ب2، 12 و2 14. ازاي ال 14 تبقى 28؟ يبقى انا هكررها. طب تعالى نفرض مثلا ان انا احتجت اكرر ده 3 مرات، هتلاقي دي مش كام؟ مش 28، هتلاقي قد ال 14 3 مرات. فانا محتاج اكرر المركب ده 3 مرات. طب لو لقيته مضاعفات عادي. المهم اللي يخليني هعرف اكرر كام مره، اللي يخليني اعرف ايه؟ اللي يخليني اعرف اكرر ايه؟ ان انا محتاج اعمل ايه؟ اشوف الكتله الموليه من الصيغه الايه؟ الاوليه علاقتها ايه بالكتله الموليه بتاعت الصيغه الجزائيه. يبقى لو انت عاوز تشتغلها اكاديميا، مش بقى انك تحسبها نسبه وتناسب، اكاديميا اهي، انك هنا يا باشا عدد مرات التكرار. بنجيب حاجه اسمها عدد مرات الايه؟ بنقسم الكتله الموليه للكبير، لا الصيغه الايه؟ جزائيه، على الكتله الموليه للصغيره اللي هي الصيغه الايه؟ طب لما تقسم الكبيره على الصغيره هتعرف هتكرر كام مره. طب الصيغه الجزيئيه الكتله الموليه مديها لك كام؟ 28. اما الصيغه الاوليه احنا مطلعينها CH2 دي بكام؟ ب 12. ودي 2 في 1 ب 2. 2 و12 14. يبقى عدد مرات التكرار بكام؟ يبقى انا هكرر CH2 مرتين، اللي هي اوليه اللي كتلتها ب 14 هكررها مرتين عشان تبقى كتلتها 28. فاجيب لك الصيغه الجزيئيه اللي هي هتبقى 2 في 1 ب 2، يبقى C2. 2 في 2 ب 4 C2H4، وتبقى دي هي الصيغه الجزيئيه. فهمت المساله؟ يبقى الراجل بيدي لك معطيات في الاول لاجل بس ان انت تحسب نسبه ابسط عدد مولات للعناصر جوه المركب واجيب بيها صيغه اوليه. وبعد ما اجيب الصيغه الايه؟ بعد ما اجيب الصيغه اشوف انا هكرر الصيغه الاوليه كام مره عشان احولها من اوليه الى صيغه. تمام كده يا مستر. الخطوات دي بالنسبه لك مفهومه؟ قلت له يا مستر بصراحه مفهومه. طب لو في واحد قاعد تاه في النص شويه، ده مساله تانية وده ثالثه وده رابعه. تعال نشوف مساله تانية. مركب هيدروكربوني، مركز بقى اكتر عشان تاكد على الفهم اكتر. مركب هيدروكربوني يحتوي على كربون بنسبه كذا في المية، يبقى اكيد الهيدروجين الباقي. اذا علمت ان المول من الكربون ب 12 وان المول من الهيدروجين ب1، رقم 1 احسب الصيغه الاوليه. يبقى اول حاجه تحسب لي الصيغه الاوليه. 2 احسب الصيغه الجزيئيه. يبقى دي مساله برضو فيها كم مطلوب؟ 2. هحسب مين الاول؟ وبعد كده اجيب قانون عدد مرات التكرار، اشوف اكرر الاوليه كام مره عشان تطلع في الاخر جزيئيه. احسب الصيغه الاوليه لمركب كتلته الموليه للصيغه الجزيئيه هتساوي، خليني اجيب لك ارقام الاول، ارقام مظبوطه. تعالى يا باشا نشوف الكربون هنا 83.7%. اما الكتله الموليه هتبقى حبيب قلبي 86 جرام لكل مول. بالهداوه بقى، ومش عايز واحد يبقى قاعد سرحان، واحد مش مقصر معاك في حاجه، اشتغل. هو لما يكون الكربون بالنسبه دي يبقى الهيدروجين ايه؟ باقي ال 100%. يبقى 100% ناقص الرقم ده يطلع معاك بكام؟ باشا اشتغل يا باشا، يطلع معاك بكام؟ كم؟ 16 و3 من. مش انا قلت لك لو انت مديها لك نسبه مئويه، افرض ان المركب كل كتلته الجراميه 100 جرام، وبكده يبقى اكنها كتله جراميه. يبقى النسبه المئويه بقت كتله
جرامية، بفرض ان المركب معايا منه 100 جرام. فريدي دارك وركزي معايا، زيدي ايدك من على خدي. الحل يا باشا، هو انا كده معايا كم مركب؟ كم عنصر جوه المركب؟ كم عنصر جوه المركب؟ كربون و لكن لو كان معايا 3 زي دول، بص ان ايه وسي ار، وهو عامل كم خطوه؟ 3. ان ايه في عمود، سي ار في عمود، او في عمود، فاعملها 3 عمدان بدل ما هم عمودين. يبقى انا يا مستر معايا كم عمود؟ عمودين، كربون وهيدروجين. قلت لي ماشي. طيب يا مستر تعالى انا وانت نشتغل على الكربون اهو والهيدروجين اهو يا مستر، وقمت قاسم ده عمودين، وقمت قاسم دي كده، وقمت كاتب هنا كتله الماده، يعني كتله الكربون جوه المركب، وكتله المول، يعني المول من الكربون بكام يا مستر من الاقواس. وعندي كمان يا مستر لما اقسم الاثنين على بعض اجيب حاجه اسمها عدد المولات، وبعد ما اجيب عدد المولات اجيب حاجه اسمها نسبه عدد المولات. نسبه ايه؟ طب مستر نعم، هو انا يا باشا لما يبقى معايا كتله ماده بالمنظر ده وكتله مول، مش انا كده اعرف اجيب عدد مولات وفي الاخر ابدا اجيب نسبه؟ هو انت فاكر في النسبه كنت بقسم الاثنين على مين؟ على الصغير فيهم. هو كتله الكربون بكام؟ ما احنا اعتبرنا بقى ان النسبه المئويه الايه؟ الكتله الجراميه. يبقى كتله الكربون بكام؟ 83.7. اما الهيدروجين 16.3. المول من ذره الهيدروجين بواحد، المول من ذره الكربون 12. هقسم اللي فوق على اللي تحت لاني بقسم كتله ماده على كتله مول، تطلع 16 و3. اما لما اجي اقسم اللي فوق على اللي تحت هتقسم 83.7 على 12، اللي معاه آلة حاسبة يقول لي تطلع 6 كام؟ 975 من 1000. طلع معايا عدد مولات 2 صح؟ عشان اجيب نسبة وتناسب اطلع واحد بنسبة 1 والتاني اشوف بيقدوا او بيضاعفوا كم مرة، هقسم الاتنين على ايه؟ على الصغير. الصغير هو مين؟ 6 وشوية. يبقى انت على نفسك، يبقى 6 علامة 975 على نفسك 975 تطلع بواحد. انت على اللي جنبك عشان اشوفك انت قده كم مرة، ف16.3 على 675. تعرف تطلع لي الرقم من غير ما تقرب؟ بقول لك من غير ما تقرب. 2 كام؟ 33 من 100. حلو، 2 33 من 100. بذمتك ودينك وما تعبد، في حاجة في الدنيا اسمها سي اتش 2 وتلت؟ 2 وتلت دي يبقى لو النسبة المئوية أو النسبة ما بين عدد المولات وبعضها طلع فيها قصور، المطلوب مني إن أضرب لأجل إن أنا طاير الكسر. يبقى يا حبيب قلبي لما أجي أقول لك أنا دلوقتي معايا 1 إلى 1.5، إزاي أطير النص؟ أضرب في كام؟ أضرب في كام؟ طب لما تضرب في 2 بقت كام؟ 2 إلى 3 صح؟ يبقى أنا اللي عدلتها. يبقى لما يطلع معايا في النسبة كسور أنا بضرب لأجل إن أنا أطير الكسر. طب لو طلعت معايا 1 إلى 1.3، ما دي تلت، هضرب في كام؟ عشان أطير الكسر، فتبقى ال3 في 1 ب3 و3 في 1 بتلت ب4. كده عدلت ولا ما عدلتش؟ عدلت. طب أنا يا مستر لو معايا 1 إلى 2.25 هضرب في كام؟ في 4. طب لما تضرب في 4 تبقى 4 إلى 2.25 في 4. هنا أنت معاك 9، تبقى 4 إلى كام؟ 9. يبقى أنا يا مستر لو أنا بحسب نسبة عدد المولات، لو أنا بحسب إيه؟ لو أنا بحسب إيه؟ وطلعت معايا النسبة مش صحيحة، ما تقلقش، هتبقى يا اما تلت يا اما نص يا اما ربع، فهتضطر تضرب يا في 2 يا في 3 يا في 4 لاجل بس انك تظبط النسبه. قال الكلام ده كده صح؟ طب هنا طالع معايا ايه؟ تلت صح؟ يبقى النسبتين دول هيتضربوا في كام؟ طب لما اضربهم في 3 انا هخليها نسبه عدديه صحيحه، تقول لي يا مستر بص بالضرب في 3. طب لما اضرب في 3 الواحد ده يبقى كام؟ 3. والاتنين وتلت دي لما تتضرب في 3
3 في 2 ب6 و3 في تلت ب1. 6 و1 7. تبقى الصيغة الأولية C3H7. سي كم؟ سي كم؟ كده أنا نجحت إن أنا أحسب له الصيغة الإيه؟ شكرا. هو عايز الصيغة الجزيئية، قلت له أنا محتاج أعرف أنا هكرر دي كام مرة، فهجيب حاجة اسمها عدد مرات بقسم فيها الكتلة المولية بتاعت الصيغة على الكتلة المولية بتاعت الصيغة الأولية. طب ما تيجي يلا يا باشا نجيب يلا عدد مرات التكرار. تقول لي عدد مرات التكرار. عدد مرات الايه؟ عدد مرات التكرار هيساوي ايه؟ الصيغة الجزيئية كتلتها المولية بكام؟ 86. طب يلا نحسب دي بقى. C3H7 يعني 3 في 12 صح؟ زائد كام؟ زائد 7 في 1. تطلع حبايب قلبي 86. الرقم اللي تحت ده بكام؟ 44 43. 86 على 43 يبقى هكرر كم مرة؟ هكرر كم مرة؟ يبقى ده العلبة دي كده كلها أولية هتتضرب عشان تبقى جزيئية، فبدل ما كان كتلتها 43 هتبقى كتلتها 86. يبقى أنا هضاعفها كم مرة؟ هات بقى العلبة دي كده كلها إيه؟ C3H7 كررها مرتين فتطلع C6H14. C6H ايه؟ وتبقى دي هي الصيغة الجزيئية. صعبة صعبة. يبقى المسألة معروف خطواتها مسستمينها ازاي. المسألة التالتة ايه؟ نعم بنقرب؟ لا لو قربتي النسبة تبوظ معاكي. يعني هفهمك بمنتهى البساطة اللي في الدنيا. عارفة دي لو انت كتبتيها 6 علامة 9 دي بقت خليتيها 7 عمرها ما تطلع معاكي 1 مظبوط، ولا عمر يطلع معاكي 2 وتلت بالظبط. هتلاقي 2 علامة 3 2 علامة 3 6 2 3 علامة 3 7 2 علامة 3 8. عمرها ما هتظبط معاكي بالظبط. فيستحسن ان انا ما اقربش، باخد عدد المولات زي ما هو زي ما انت متعود في بقية المسائل. الابلة اللي بتتكلم يبقى انا لما باجي اشتغل نسبة عدد مولات ما بقربش باخدها زي ما هي بشتغل بيها. اما لو انا طلع معايا النسبة الى 2 و5 من 1000 يعني 2، 1 الى 3 و4 من 100 يعني 3، 1 و3 و7 من 100 يعني 3. يبقى لو حبيب قلبي معاك النسبة هنا 1 الى 2 ومش عارف كم من 1000. كم من 1000 دي ولا كأنك شايف؟ كم من 1000 دي ولا كأنك شايف؟ كم من 10000 دي ولا كأنك شايف؟ تعتبرها 2، تعتبرها 3، تعتبرها 4. يبقى أنا بقرب فين وما بقربش فين؟ بقرب في الناتج النهائي اللي هو كام؟ 1 إلى 2، 1 إلى 3، 1 إلى 4، 2 إلى 3، 2 إلى 5. ده اللي أقرب فيه. أما لو طلعت معايا 2 و5 من 1000 تبقى 2، 3 و4 من 1000 تبقى 3، وهكذا. اتفضلي. كربون رباعي وثنائي في بعض المركبات لكن مش في كل المركبات. انا قصدي يعني هو ازاي الصيغه بتبقى ساعات 3 وساعات بتبقى 6 يعني ايه بتبقى 3 او 6 دي؟ مش فاهم. بنكتب تكافؤات 3 او 6. قصدك على C3H6 دي او C3H7 دي اوليه مالهاش علاقه. انت بتتكلمي على دي C6H14. انت بتسالي هنا على ايه؟ هي الصيغه الجزيئيه عموما يعني دي يا حبيبتي دي لها قوانين، ليها قوانين في ثالثه ثانوي اسمها CnH2n زائد 2 الكان، CnH2n الكين، CnH2n ناقص 2 القين. دي قصص ثانيه في كيمياء ثالثه ثانوي ليها علاقه بنوع الرابطه، رابطه احاديه، رابطه ثنائيه، رابطه ثلاثيه. مش عليكي خالص لحد ما تدرسي عضويه ثالثه ثانوي، او على الاقل خالص تدرسي تهجين في ثانيه ثانوي الترم الثاني. اتفضلي يا باشا. ما انا بقول لك لو معاكي تلت هتضربي في 3، معاكي ربع تضربي في 4، معاكي نص. طبعا مش ده 2 وتلت. اطير الكسر ده ازاي؟ اضرب في 3. ده نص اضرب في 2، ده ربع اضرب في 4، وهكذا. يا حبيبتي ما بقول لك 1 من 100 يعني 2. هتكتبي CH2 و1 من 100 ولا CH2؟ يا حبيبتي دي 33 من 100. هو انتوا يا جماعه انتوا في الرياضه على الله ان شاء الله خالص كده؟
هو انا لما اجي اقول لك سي اتش اسمعي يا ابله 1 2 و5 من 1000 يعني 2 يا ابني. انما 2 33 من 100 يعني 2 ازاي بقى؟ يعني ازاي؟ انت ما عندكش اي احساس بالارقام؟ دي تتقرب، دي 5 من 1000 ولا لها تاثير اهي. ليه؟ اما دي هتشيل التلاتين، ده تلت يا ابني، ده 2 وتلت. لا ده دي اظبط نسبتها، لكن دي كده كده هي ظابطه حالها لوحدها. ده انت والله يكون في عون مدرسين الرياضه. اقسم بالله العظيم ثلاثه، انا لو مدرس رياضه انا اتوقع ان انا اكون منتحر مثلا من 3 4 سنين. مساله رقم 3 بنقول ايه؟ مركب هيدروكربوني يحتوي على 24 جرام من مين؟ من الكربون، و5 جرام من الهيدروجين. اوجد الصيغه. سهله، جدولي واتوكل على الله وادوس. ثم احسب الصيغه ليه؟ الجزيئيه لمركب كتلته الموليه كام؟ 58. سهله، بعد ما احسب ابقى اجيب عدد مرات التكرار وهي ماشيه. طب تعالى يا مستر اما نشوف دنيتنا تبقى ماشيه انا ازاي. كم عنصر صحيح؟ كربون قمت كاتب كربون وقمت كاتب جنبه هيدروجين وقمت دايس بالمنظر ده. بقول لك قلت لي قول يا مستر. هتكتب هنا ايه؟ كتله مد، كتله مول، عدد مولات، نسبه عدد المولات. لو النسبه عايزه تتظبط هظبطها، لو النسبه مش عايزه تتظبط هسيبها. طب مستر نعم اهي كتله ماده، كتله مول، عدد مولات، وفي الاخر خالص نسبه عدد المولات. نسبه ايه؟ عدد المولات. طب مستر نعم هو المول من الهيدروجين بكام؟ بواحد. المول من الكربون ب 12. طب بالنسبه يا مستر للهيدروجين، حبيب قلبي اللي موبايله عمال بيعمل صوت، في اختراع اسمه صامت عشان ما تعصبناش عليك. الهيدروجين كتلته الجراميه كام؟ 5. الكربون كتلته الجراميه كام؟ 24. اقسم كتله الماده على كتله المول تطلع 5 مول. اقسم 24 على 12 تطلع 2 مول. يبقى كده عدد المولات 2 الى كام؟ حبيب قلبي انا عايز اقسم الاتنين على الصغير فيهم. الاتنين على الصغير فيهم. مين الصغير اللي فيهم؟ الاتنين. يبقى انت على نفسك 2 على الاتنين فيها كام؟ فيها الواحد. وانت على اللي جنبك 5 على الاتنين فيها الاتنين ونص. هي هتهمل النص يا راجل؟ هتهمل النص؟ ده انتوا رياضيا على الله. هتهمل النص ولا ظبطها؟ طب لما يبقى معايا نص اطير النص ازاي؟ لكن لو كانت 2 و5 من 1000 هسيبها 2. 2 5 من 1000. انما دي 2 ونص، 2 و5 من 10. 5 من 10 لا تأثير يا باشا. يبقى انت هتضرب هنا في كام؟ في 2. يبقى تقول لي يا مستر كده بالضرب في 2. طب لما تيجي تضرب في 2 تقول لي دي تبقى في 2 ودي تبقى ب5. كان ممكن من الاول اصلا ما اقسمش لانها كانت من الاول مبسطه. يبقى هنا حبيب قلبي تبقى الصيغه هنا كام الى كام؟ تقول لي C2H5. دي الصيغه الايه؟ دي الصيغه الاوليه. ثواني بقى، ما انا مش عارف هجيب الصيغه الجزيئيه هتبقى عامله ازاي، فاخش اجيب حاجه اسمها عدد مرات. تقول لي يا مستر عدد مرات التكرار. هتقسم مين على مين صحيح؟ الكتله الموليه للصيغه الجزيئيه اللي هي كام؟ 58 على الكتله الموليه للصيغه الاوليه 2 في 12 زائد 5 في 1. 2 في 12 زائد 5 في 1. اللي بقول لكم صحيح. ال 12 والواحد دي جايه منين؟ يا سلام، من الاقواس يا ابني كتله المول. يبقى هنا يا مستر دي يبقى 58 على 29. يبقى عدد مرات التكرار هتساوي كام؟ يبقى الباشا ده بص كده هيبقى C2H5 هيتكرر مرتين، فلما يتكرر مرتين يبقى C4H10. يبقى دي هي الصيغه الايه؟ اما دي الصيغه الاوليه. صعبه صعبه. طب تعالى نشوف واحده بكم عنصر. هتشغلك ولا الهوا. هيطلع معايا عدد المولات كم عدد مولات؟ 3. هقسم الثلاثه على الصغيره اللي فيهم. هقسم الثلاثه على الصغيره اللي فيهم. طب مستر نعم احسب الصيغه الاوليه. ايه ده؟ ده ما طلبش صيغه ايه؟
خلاص يا عم احسب لك الاوليه والسلام عليكم. هعمل جدولي الجميل، هيبقى فيه كام ذره؟ صوديوم 1، كروم 2، او 3. بنفس الترتيب كده؟ بنفس الترتيب كده. طب مستر نعم، قصتنا هنا تبقى ايه؟ كتله ماد، يعني كتله العنصر جوه المركب، كتله مول، وبعد كده عدد مولات، وفي الاخر نسبه. طب لو النسبه محتاجه تتظبط هظبطها، طب لو جاهزه سيبها يا عم. طب هو الصوديوم المول منه بكام جرام؟ المول منه بكام جرام؟ 23. اما الكروم المول منه بكام؟ 52. اما المول من الاكسجين بكام؟ ب 16. لكن كتله الاكسجين جوه المركب ايه ده يا مصر؟ ده مديني نسبه مئويه. قلت لك ولا يشغلك بفرض ان المركب كتلته الجراميه 100 جرام، فتقلب معاك من نسبه مئويه الى كتله جراميه. يبقى هنا الصوديوم كتلته الجراميه كام؟ 17 ونص. اما الكروم 39 و7. اما الاكسجين 42 و8. هقسم دي على دي تطلع عدد المولات بكام؟ اللي قسم دي على دي يطلع عدد المولات بكام؟ 2 و675. اللي قسم دي على دي تطلع حلو. اللي قسم دي على دي تطلع كم؟ برضه واخد بالك ان الرقمين طلعوا زي مش كده؟ التلات عدد مولات الصغير فيهم يعتبر رقم واحد اللي هو مين؟ 76 من 100. يبقى انا اقسم الثلاث ارقام على 76 من 100، يبقى الثلاث ارقام يا مستر هيتقسم على نفس الرقم بالظبط اللي هو كام؟ 76 من 100. يبقى بقسمه الثلاثه على الصغير فيهم، زي ما كنت بقسم الاثنين على الصغير فيهم، زي ما كنت بقسم الاثنين على الصغير فيهم، زي ما كنت بقسم الاثنين على الصغير فيهم. يبقى الثلاثه هنقسم على الصغير اللي فيهم اللي هو كام؟ ده او ده، هما الاثنين حاجه واحده. ده يتقسم على نفسه فيطلع بواحد، صح؟ ده يتقسم على نفسه برضه تطلع بكام؟ واحد. ده يتقسم عليهم 3.5. جميل، رقم جميل اهو. يقول لك هنهمل بقى 3.5. يا راجل يا طيب يا محترم، يا راجل يا طيب، ده 3.5 لو عندك انصاص هتعمل ايه؟ بالضرب في 2 عشان تظبط معاك. يبقى مصر النسب دي كلها تتضرب عشان تظبط، بقوم قايل له كده بالضرب في 2. طب لما تضرب في 2 الواحد دي تبقى كام؟ 2. والواحد دي تبقى كام؟ 2. والتلاتة ونص دي تبقى كام؟ تبقى 7. اما لو كانت 3 علامة 3 3 3 3 3 اضرب في 3 يبقى 3 وتلت تضرب في 3. طب لو كانت 3 وربع اضرب في 4 يبقى النسبة 2 إلى 2 إلى 7. تبقى الصيغة الأولية إن إيه؟ سمعني 2 وكم؟ يبقى دي كده الصيغة الإيه؟ فهمت مسائل الصيغة بتتعمل إزاي؟ صعبة؟ فيدي ظهرك حبيبتي، فيدي ظهرك. حاسون إن أنا بحكي لكم حدوتة قبل النوم، والله العظيم 3 حاجة الله المستعان. مش فاهم يعني الواحد واقف عمال يجيب من قلبه وعمال بيصور لكم عمال بيعمل. اوعى القطر يا عم الحاج. خدت بالك من مسائل الصيغه بتعملها ازاي؟ حصه مهمه جدا 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 جدا. طيب باعتبار يا باشا مسائل العامل المحدد تعتبر من اهم المسائل اللي موجوده عندك في المنهج. ممكن اعمل ايه؟ اعمل التكييف، اعمل فيه ايه؟ مش فاهم. سقعانين قوي؟ ما هو انا مش هعرف اطفي التكييف في العدد ده يا حبيبتي. لو قللته مش احنا هنتخنق احنا قدام، احنا كمان مش مشغلين مروحه، فهي خلاص احنا بنفنش يعني. اقعد يا باشا، اقعد يا باشا. مراجعه على فكره من العامل الايه؟ المحدد. طبعا العامل المحدد مشروح معاك اخر حصتين كاملين من طاطا لسلام عليكم، بس
هراجع معاك الفكره دي عشان الفكره دي تعتبر مهمه جدا جدا جدا، وبالمناسبه دي الفكره اللي جايه لك في الامتحان الاخراني. أبلة، فكره العامل المحدد اللي جايه لك في المتابعه الاخرانيه او الامتحان الاخراني، كنت قايل لك ان النيتروجين بيتفاعل مع الهيدروجين عشان يطلع نشاد. عشان يطلع ايه؟ هل المعادله كده موزونه؟ كم ان؟ كم ان؟ قمت ضارب في ضربتي هنا في 2، خليت الهيدروجين هنا كام؟ قمت ضارب كده بقى 6 هيدروجين مظبوطه، هنا 2 نيتروجين مظبوطه. إذا علمت أن المول من النيتروجين ب 14 جرام والمول من الهيدروجين ب1 جرام، هيعمل إيه في مسألة العامل المحدد؟ مسألة العامل المحدد بيخلط فيها كتلة كبيرة مع كتلة قليلة، فتبدأ واحدة من الاتنين تخلص وتبقى هي العامل الإيه؟ المحدد. فهنا يا مستر هو بقول لك عند خلط 7 جرام هيدروجين مع 14 جرام نيتروجين. مش دي كده مسألة الامتحان؟ مش دي مسألة الامتحان؟ اما اوريك انت غلطان في ايه وبدأت تبوظ الدنيا في حساباتك في ايه. ما انا بصيت على الورق كله. تعالى يا باشا نشوف الحل. هو انا بشتغل بالجرامات ولا لازم اقلبها عدد مولات؟ عشان في الاخر اجيب حاجة اسمها نسبة عدد المولات. يبقى انا يا مستر اهو محتاج الاول اجيب عدد مولات الهيدروجين. الا بقول لك مش المعطى بالجرام، يبقى كتله ماده على كتله ايه؟ كتله ماده على كتله الماده بكام؟ 7. كتله المول من مين؟ كتله المول من الهيدروجين بكام؟ 2 في 1 بكام؟ تكتبوها 6 ليه؟ ايه ده واخد باله؟ ما هو فعلا عوض في المعادله. تخيل بقول له احسب عدد المولات بتاع الهيدروجين، يقوم قال ليه؟ كتله الماده على كتله ال3 مول. الله عليك فنان والمصحف يا جدعان. ضرب في 3 ليه يا مستر؟ مش انت اللي قلت بص في المعادله؟ يا ابني ما انا هبص في المعادله لحظه حسابات اللي معتمده على المعادله. انما يا باشا لو جيت قلت لك 14 جرام من غاز النيتروجين احسب عدد المولات، تقول لي استنى ما تكتب لي معادله؟ ده انت صباح العسل، ده انت صباحك جميل، ده انت لذيذ ممتع بشكل غير يعني معقول والله. انا بكلمك على عدد مولات، يبقى تقول لي كتله الماده، انت بتقول كتله الايه؟ المول. قول لي 1 مول. واخد بالك حبيبي؟ يبقى انا تقسم على كام؟ 2 في كام؟ في 1. يبقى 7 على 2 تطلع بكام؟ ب3.5. طبعا اللي قسم على 6 مع السلامه. ادي اول غلطه عندك بدات تبان في بعض الورق. قسما بالله في مجموعات امبارح، اقسم بالله في مجموعات امبارح على مستوى ال4 مجموعات اللي المفروض ان هو نزل تحت ال10 من 15 على مستوى ال4 مجموعات ما يعدوش 15 16 ورقه. كميه ناس مقفله الامتحان بالعبيط، اقسم 100 يمين بالله بالعبيط مقفلين، يعني حالين دي صح. اما انا بقول لك على الغلطات اللي بدات تبان. اول غلطه هنا يا باشا انك ضربت في كام؟ في 3. طيب كده انا حسبت عدد مولات مين؟ الهيدروجين. لو بصيت لك تاني هترادك عدد مولات النيتروجين. عدد مولات النيتروجين تطلع بكام؟ كتله الماده 14 على كتله المول من النيتروجين 2 في 14. مش دي 2 ان؟ تطلع معاك نص ايه؟ نص مول. يبقى انا معايا هنا 3.5 مول، معايا نص مول. انا دلوقتي يا مستر لسه ما جبتش نسبه، فبعمل ايه؟ بقسم عدد المولات اللي طالعه معايا على العدد بتاع المولات اللي في المعادله الايه؟ الاصليه. يبقى انا لو عايز نسبه عدد مولات الهيدروجين اقوم قاسم ايه؟ عدد مولات الهيدروجين على عدد مولات الهيدروجين. عدد مولات الهيدروجين اللي انا مطلعها على اللي في المعادله. يبقى يلا يا باشا تقول لي نسبه عدد مولات الهيدروجين. نسبة عدد مولات الهيدروجين بكام؟ تقول لي اللي انا مطلعها 3.5 على اللي في المعادلة. تطلع معاك 1 وكام؟ برافو عليكم في الحسابات، حاجة تشرف. اما نسبة عدد المولات بتاعة النيتروجين
تطلع معاك اللهم صل على النبي اللي انت حاسبها بنص، اما اللي في المعادله بكام؟ بواحد، تطلع بكام؟ نص. ها فرجت 166 من 1000 يعني 16 من 100. كده انا طلعت كام نسبه؟ الصغير فيهم هيبقى هو العامل الايه؟ من الصغير النص. اذا مين العامل المحدد؟ يبقى السؤال الاول اجابته ان النيتروجين هو العامل المحدد، ان النيتروجين هو العامل المحدد. وبناء على كده يا باشا اديتك مطلوبين، قلت لك يبقى النشادر اللي طالعه بكام؟ اقوم مشغل العامل المحدد مره مع النشادر. وسالتك سؤال تاني، طب العامل المحدد ده هيتفاعل مع كم الهيدروجين ويتبقى كام؟ تقوم مشغل العامل المحدد مع الماده الزايده. يبقى انا بعد ما طلعت العامل المحدد في امتحانك حاطط لك كام مساله؟ والاثنين معتمدين على العامل المحدد. سالتك عن كتله النشادر الناتجه فتقوم مشغل لي مين قصاد مين؟ ها؟ العامل المحدد قصاد النشادر. وسالتك عن كتله الماده اللي متبقيه، لا طبيعي تبقى من الهيدروجين لان دي الماده الزايده. وبكده يبقى انت تاخد ايه؟ النيتروجين اللي هو العامل المحدد مع الهيدروجين. يبقى هم كام مساله في بعض؟ مسالتين. يبقى يا مستر احسب كتله النشادر، اقول له بس يبقى شغل العامل المحدد 1 مول نيتروجين قصاد 2 مول نشادر. انت عايز كتله الماده الناتجه بتاعت النشادر؟ قمت كاتب هنا حبيب قلبي كام جرام هيطلع من النشادر. فاكرين بنكتب تحت العامل المحدد ايه اللي موجود في راس المساله اللي هو كام؟ ايوه مش سامع والله. اشمعنى 14 جرام؟ عشان العامل المحدد بيتفاعل بالايه؟ بيتفاعل بالايه؟ حبيب قلبي سيبك من التمييز. العامل المحدد بيتبقى منه ايه في المعادله؟ ايه؟ ما بيتبقاش، يعني بيخلص بالايه؟ بالكامل. طب انت المعطى بتاعك كام جرام؟ 14 جرام. قمت كاتب هنا 14 جرام. يبقى العامل المحدد بيتفاعل بالنسبه لايه؟ الكامله. امال انت عايز تكمل المعادله بالهيدروجين؟ انت تبقى لذيذ لذاذه السنين. يبقى الماده اللي بتحدد النواتج العامل المحدد هو النيتروجين، وانت مش عايز تشتغل بالنيتروجين. يجي عند النيتروجين هنا يوم واقف يقول لك ايوه انا مش عارف اكتب تحت النيتروجين ايه، مع ان احنا شارحينها 70,000 مره بالظبط. قلت لك كل مره لما تيجي تكمل حساباتك بتاعه العامل المحدد لازم يبقى عدد مولاتك او كتلتك الجراميه من راس المساله. كده النيتروجين معاك كام جرام في راس المساله؟ وبحكم ان هو العامل المحدد مش هيتبقى منه اي حاجه يبقى يخلص بالكامل، يبقى ال 14 جرام مكمل. طب الجرام تحته؟ الجرام تحته دول كده كام جرام؟ تقول لي 2 افتح قوس 17. 17 اللي هو كام؟ 14 و3. هنا يا مستر تقول لي 1 وافتح قوس 2 في 14. مقصك الجميل تطلع كتله النشادر 17 جرام. تطلع كتله النشادر بكام؟ 17 ايه؟ صعبه؟ قلت لي لا مستر مش صعب. طيب لو انا جيت كنت طلبت منك كتله الهيدروجين اللي اتبقت، قلت له يا مستر انا ما بعرفش اللي اتبقى غير لما اعرف اللي اتفاعل. طب هو اللي اتبقى كام؟ قلت لي طب هو اللي اتفاعل كام؟ طب ما تيجي نحسب اللي اتفاعل. يبقى شغل المره دي مين مع مين؟ العامل المحدد مع الهيدروجين. افعل مين مع مين؟ العامل المحدد مع الهيدروجين. طب هو العامل المحدد كام؟ 1 مول نيتروجين مع كام؟ مع 3 مول هيدروجين. عاوز تحسب ايه؟ احسب كتلة المادة المتبقية من الهيدروجين. كتلة المادة المتبقية من الهيدروجين كام؟ اقول له س جرام. طب النيتروجين اكتب تحته ايه؟ والله العظيم 3 الكمية كاملة اللي هم 14 جرام. ترجع مسألة مقص عادي، جرام تحته جرام، جرام تحته جرام. هنا 3 في 2 في 1 يعني 3 في 2 في 1 ب6. هنا 2 في 14. يطلع اللي اتفاعل بعد المقص اللي اتفاعل 3 من مين؟ من الهيدروجين. طب هو لما يكون الهيدروجين اتفاعل 3 هو انا داخل بكام؟ داخل بكام؟ اللي اتفاعل كام؟ يبقى اللي اتبقى كام؟ يبقى لما يقول لي احسب كتلة المادة المتبقية ما بعرفش احسب الكتلة اللي متبقية غير لما احسب الكتلة اللي اتفاعلت. طب احسب الكتلة اللي اتفاعلت ازاي؟ بعمل نسبة وتناسب بين العامل المحدد والمادة اللي هتتفاعل معاها اللي هي المادة الزايدة.
فببدا احط تحت العامل المحدد الكميه كامله، وابدا احط تحت الماده الزايده س جرام، يعني هيتفاعل منك كام جرام. فلما اجي اعمل المقص بطلع اللي اتفاعل. طب لو كان اللي اتفاعل 2 من اصل 7 يبقى اللي اتبقى كام؟ 5. لو كان اتفاعل 3 من اصل 7 يبقى اللي اتبقى 4. لو كان اتفاعل 5 من اصل 7 يبقى اللي اتبقى 2. دي يا باشا المساله اللي كانت مع سيادتك جوه الامتحان. طبعا الغلطات اللي موجوده هنا بتشقلب النسبه، هنا بتوصل وما بتعرفش تكتب تحت النيتروجين ايه، مع ان احنا قايلين عليها 70,000 مره. بتصوري وانا كتبت مطلوب؟ مفيش حته اكتب فيها. صور بقى، ابقى مليك المطلوب وخلاص. صور يا عم. هوايتك المفضل اخرك انك تصور. طب بتفتح اللي بتصوره؟ اتحداك. بس الصوره على الموبايل في هنا سكينه بقى. طالما الصوره على الموبايل بيبقى في هنا سكينه. خلاص يا جدعان عشان اكتب المطلوب يا جدعان، وانت بتصور لوحه فنيه. ما خلاص يا عم عايزين نكتب المطلوب. ده يا باشا المطلوب. افتح الباب، وقف يا بنتي البتاع ده، افتح الباب.